اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم حبابي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه الجزء الاول من المشتريات ديالي للمطبخ مع الاثمنه وكل حاجه منين خديتها. والهدف من هذا الفيديو ماشي غير مشاركه المشتريات، انما نعطيكم بعض النصائح اللي غادي تفيدكم في اختيار الاواني ديالكم، لان الاواني اللي كنطيبوا فيها كتكون عندها علاقه مباشره مع الصحه ديالنا. هادشي علاش خصكم تشريوها بعنايه وما توقعوش في بعض الاخطاء اللي وقعت فيها. فعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. والناس الجداد كنقول لكم دائما مرحبا بكم في القناه، والناس القدام دائما مرحب بكم وعلى راسي وعيني. واول نقطه غادي نبغي هكا نتقاسمها معاكم، هو انا ملي بغيت ناخذ هاد المعينات ما كانوش عندي واحد المعايير معينه على الجوده. يعني كنت كنفكر غير في الشكل، الحاجه اللي غادي تجيني زوينه يكونوا متناسقين، ولكن ما كنتش كنفكر في الابعاد. فمثلا انا ملي اختاريت الجرانيت اختاريته على جوج ديال المعايير. اولا قلت زوين وفيه لوينات زوينين، وثانيا قلت انه ما تيلصقش، ولكن ما كنتش عارفه جميع المميزات والعيوب ديالو. ومن بين المميزات ديالو هو انه فعلا ما كيحرقش، لان كتكون فيه واحد الماده عازله. ما كيحتاجش واحد الكميه ديال الزيت، يعني غير شويه ديال الزيت كتقدروا طيبوا به. سهل في التنظيف ديالو، ما كيأثرش على الجوده ديال ديك الماكله اللي كطيبوا. مثلا هكا يبدل لي هذاك لوغو ديالها. فراه شحال من واحد غادي يكون شي مره طيب في شي حاجه وحس ان ديك الماكله جاتو فيها باسله، بحال شي انواع مثلا ديال الانوكس. علاش؟ لان كيكونوا فيها بعض المواد اللي كيتفاعلوا مع ديك الماكله اللي كنطيبوا ملي كتوصل لواحد درجه حراره معينه. فالجرانيت ما فيش هاد العيب. ومن بين المميزات ديالو يعني انه ما كيتهرج، بحكم ان كيكون الالومنيوم لتحت وعاد باش مغلف بطبقات ديال الجرانيت. كذلك فيه لوينات زوينين، اشكال زوينين. ولكن اللي ما كنت انا عارفاه انه ماشي اي حاجه كنشوفوها في السوق جرانيت فهي راه جرانيت. كاينين هكا بعض الماعن اللي كيكونوا غير مصبوغين، يعني الا قشرتوا اليوم هذيك القشره الفوقانيه كتمشي معاكم، يعني بحال شي قشره مصبوغه. فكيفاش نختاروا الماعن ديال الجرانيت؟ فهنا اول نصيحه غادي نعطيها لكم، وهذا الشيء يعني راني قلبت عليه بعنايه، هو انكم تشوفوا في لومبالاج او لا في الغلاف اللي كيكون ملصق على داك الماعون هاد لي لوغو هادو. الا لقيتوا هاد لي لوغو هادو عرفوا ان هاد الجرانيت امن من جميع المواد السامه اللي ممكن تتفاعل مع الاكل وتضركم في الصحه ديالكم. ثانيا كتهزوا داك الماعون وكتشوفوا الثقل ديالو، ولكن حتى كتكونوا حيدتوا ليه ديك الغلاقه ديالو باش كتعرفوا الثقل ديالو هو بلا ما تاثر عليكم الغلاقه اللي كتكون ديال الزاج ثقيله. فاذا كانت الحاجه ثقيله اكيد راه كتكون يعني ما كتحرقش وكتكون الجوده ديالها مزيانه. عكس الا كانت الحاجه خفيفه فراه الجوده ديالها كتكون عيانه. هذه في اي نوع ماشي غير الجرانيت. وملي كنهضروا على الوزن فغادي نهضروا حتى على السمك. الا لقيتوا شي حاجه السمك ديالها عريض فراه حتى هي راه الجوده ديالها اكيد مزيانه، بعكس الحاجه اللي كيكون السمك ديالها رقيق او لا ضعيف بزاف فهنايا كتعرفوا الكاليتي ماشي مزيانه بزاف. واحد النصيحه اللي كتخص الماعن بشكل عام اللي كنطيبوا فيهم هما هاد المسامر اللي كيكونوا شادين اليديدات، هادو اللي كنشير لكم ليهم. فمن الافضل الا لقيتوا شي حاجه ما فيهاش دوك المسامرات خارجين كان افضل، لان دوك المسامرات كيطلقوا لنا مواد سامه ملي كتعرض هكا الاكل لواحد الدرجه ديال الحراره اللي هي عاليه. ومن بين الاشكال اللي كنلقاو في المحلات ما فيهمش المسامرات في ديك اليدين هما بحال هاد النوع هذا. كتكون هذيك اليد من نفس الماده اللي مكون منها هذاك الماعون. وبين قوسين بالنسبه للوينات اللي كيجيو في هاد المواعين ديال الجرانيت فهما كتار، فيهم المغلوقين وفيهم المفتوحين. اكيد المفتوحين هما اللي كيعجبونا كتار، هما اللي كيكونوا زوينين وعصريين. ولكن العيب ديالهم هو انهم من برا الا تقاسوا بالطياب فكياخذوا اللون ديالو، من الداخل ما كيكونوش كياخذوا داك اللون ديال الاكل اولا ما كيكونوش كيتصبغوا. ولكن من برا فراه الا تنقطوا كيتصبغوا لكم، وهذا حتى هو غلط وقعت فيه في واحد المقله خديتها في الابيض انا غادي نشاركها معكم. ونقطة أخرى هي مهمة منين تبغيو تشريو الجرانيت، هو لابد من أنكم كتحطوا يديكم عليه وكتشوفوا واش ملس أو لا محبب. إلا لقيتوه فيه هكا حبيبات فعرفوا أن الجودة ديالو جد رديئة وماشي أصلا جرانيت. أما إلا لقيتوه ملس فعرفوا أنه النوعية ديالو مزيانة. ومنين هكا تدوزوا يديكم شوفوا واش غادي يبقى لكم هكا شي لون في يديكم. إلا بقى لكم شي تصبغ عرفوا كذلك أن الكاليتي عيانة.
وبالنسبه لهاد القاعده اللي كنوريكم، فمن الافضل ما تاخدوهاش الا لقيتو شي حاجه ديال الجرانيت اللي كامله جرانيت من التحت، خدوها باش كتجيكم سهله في التنظيف. هذاك الانوكس راكم عارفين ديما كيبقى يشد لينا داك الوساخ، او اللي كيشد لينا داك اللون ديال العافيه، كيتحرق هكا شويه وكنبقاو مضاربين معاه نغسلوه. فاذا لقيتوها كامله جرانيت كان افضل. وفاش تكونوا باغيين تشريو هكا شي حاجه ديال الجرانيت، دوروا وسولوا على يعني الشركات اللي كيكونوا معروفين بالجوده ديالهم، بحال مثلا الشركات الايطاليه او الالمانيه او الكوريه، فهما معروفين بالكاليتي ديال الجرانيت ديالهم. ولكن خصكم تردوا البال من ليميتاسيون. ومن بين الشركات اللي منين دابا قلبت فاش كندير لكم الفيديو، يعني قلبت عليهم هكا اللي معروفين بالجوده ديالهم، لقيت هاد الشركه هذه اللي سميتها سافلون، وهاد الشركه الاخرى سميتها نيو فلام، هذه كنظن شركه واقيله كوريه. ثم هاد الشركه هذه اللي سميتها نيو كلان، هذه صناعه مصريه. وحنا عارفين ان مصر يعني غنيه على التعريف في هذا المجال ديال صناعه الالومنيوم والماعن والجرانيت. فتبارك الله معنهم كيكونوا زوينين. غير اللي غنعاود ناكد لكم هو ردوا البال من ليميتاسيون، راه بعض المرات الشركات كيبدلوا غير حرف واحد وكيعطيوكم سلعه اللي هي مغشوشه. فدوروا وسولوا على ريوسكم، وسولوا اصحاب المحلات هما راه غادي يفيدوكم. وحاجه اخرى اللي خصكم تعرفوها هو ان الجرانيت الماعن ديالو كيبغيو هكا المحافظه، ماشي بحال مثلا الالومنيوم يعني راه كيكون شويه متين، ولكن عاوتاني الالومنيوم راه غير صحي، فيه مواد مسرطنه كيسبب في مجموعه من الامراض بحال الزهايمر، هشاشه العظام. يعني الا دخلتو غير جوجل وقلبتو راه غادي تلقاو كاع هادشي اللي كنقول لكم. كذلك اينوكس هو يعني فيه اضرار. اللي غادي نقول لكم صحي هو بحال مثلا هذا الجرانيت، هذا الكاليتي اللي كتكون مزيانه، اولا بحال النحاس، اولا بحال الطين، اولا الزاج. غير هما المعينات ديال الزاج كنعرفوا انهم زايدين في الثمن بزاف، وفيهم داك لو ريسك ديال يتهرسوا. والا خديتو فيهم شي كاليتي اللي هي خايبه مغشوشه، فراه الا غير تشقوا غير شويه كيقدر هذاك الزاج كيتسرب لكم في الاكل ديالكم، وهنا راه كتكون كارثه الله يحفظ. فالمهم نرجع نقول لكم، يعني بالنسبه لهذا الماعن ديال الجرانيت كيبغيو كي قلت لكم محافظه هكا. منين تكونوا شاعلين عليهم البوطه ما تجهدوش البوطه بزاف، يعني هكا تكون عافيه متوسطه. وبالنسبه للتحراك فاكيد كنتجنبوا اننا نحركوا هكا بشي معلقه. فمن الافضل انكم تحركوا بكاع الادوات اللي كيكونوا ديال السيليكون، كيكونوا رطبين. غير هو خص يكون داك السيليكون كاليتي ديالو مزيانه، باش هو ماشي منين تحطوه في الحراره يطلق لكم حتى هو مواد اللي هي مضره. وممكن تحركوا حتى بالخشب ما كاينش مشكل، غير هو ما تبقاوش هكا تكرطوا وتجرحوا به، باش ديك الماده اللي كتكون عازله ما كتخدش، لان الا تخدشت غادي يبداو يطلعوا لنا دوك المواد اللي كاينين في الاسفل. وكي قلت لكم راه في الاصل كيكون الومنيوم وكيكون مغلف بطبقات من الجرانيت. ودابا غادي نشارك معكم المعينات اللي خديت بالاخطاء اللي ارتكبت فيها والاثمنه. فاولا غنبدا معكم بهذه المقله العجيبه. هذه المقله اللي العبار ديالها 36 سنتيم، هذا عبار متوسط، كاين ما صغر وكاين ما كبر، يعني راه كيمشيو حتى ل 45 سنتيم. فهاد المقلات هذه بالنسبه مثلا هكا البنات اللي عاد كيتزوجوا كيأسسوا المطبخ ديالهم من البدايه، يعني بحال الشكل مثلا ديالي. فهاد المقلات هذه الا خديتوا واحد الكاليتي اللي هي مزيانه فراه غتعنيكم على شحال من حاجه. راه منها شوايه، منها مقله، منها كوكوط، منها فران، راه تبارك الله كدير كل شيء. وباش زوينه فيها جوج ديال الجوايه، واحد الجهه اللي كتجي بحال شي قريه، الا بغيتو هكا تشويو فوق منها فكيجيو فيها القضبان زوينين صراحه. وكاينين الانواع اللي كيتحلوا، يعني ممكن تولي هكا جوج مقالي، ولا سديتوها راه كيتصمد داك البخار اللي فيها لداخل بالفضل ديال ديك الجلده اللي كتكون دايره في الجناب، فكتولي بحال شي كوكوط. ويعني تقدروا تقلبوها مثلا شي حاجه الا بغيتو تقلبوها كتقلبوها بسهوله. ولو انه صراحه الا كانت كاليتي ديالها مزيانه ما كتحتاجوش حاجه تقلبوها، لان غير داك البخار اللي كيكون لداخل كافي انه يطيب لكم الحاجه حتى من الفوق. انا بالنسبه لي هذا اللون بعدا كاين الخطا اللي درت، هذا اللون ندمت عليه لان من برا كيتصبغ. وثانيا الكاليتي ديالها ماشي شي كاليتي اللي هي طالعه، فشويه كتلصق شويه، ماشي بزاف ولكن شويه كتلصق.
وواحد الملاحظه، وياكم انكم دوك الدوائر ديال الانوكس انكم تحكوهم بشي برودوي داك اللي كيكون مزيل الدهون بالجيكس، راه غادي تخرجوا عليهم. وهادوك الدوائر فالدور ديالهم هو انهم كيوزعوا الحراره. بالنسبه للثمن ديالها فهو 220 درهم. هاد الثمن هذا هو ثمن ديال الجمله. الناس اللي في كازا الا بغيتو تاخذوا الماعن، احسن وجهه تمشيو ليها هي درب عمر، قيصريه 15 رمضان، او اللي معروفه ب 15 رمضان. راه فيها معنات زوينين وكيبيعوهم لكم بثمن ديال الجمله. او لا في درب سلطان كراج علال كاينه القيصريه اللي هي معروفه، سميتها البابور. هاد القيصريه حتى هي فيها محلات اللي تيبيعوا لكم بثمن ديال الجمله. غير هو هاد القيصريه ديال البابور فيها هاد المواعين يعني بحال هادشي ديال الطياب فاش كتشقاو. اما داكشي هكا داكشي البريستيج ديال الضياف ما فيهاش بزاف. يعني كاين في ديك الاخرى كان رمضان فيها شي محلات اللي كيبيعوا معنات زوينين. وهنايا غادي ندوزو الكوكوط اللي من لا مارك هاشفر. هاد لا مارك هادي صراحه هي مزيانه، انا كنت سولت عليها وشكروها ليا. خديت 8 يترو. علاش خديت 8 يترو؟ حيت الصغيره عطيها ليا ماما، عطاتها ليا ديال الالومنيوم، فقلت اللهم ناخذ هذه كبيره مادام عندي وحده صغيره. وبالنسبه للثمن ديالها فهو 720 درهم، وهذا ثمن ديال الجمله. من غير الجمله كان واحد السيد خلاها ليا اخر ثمن ب 800 درهم. بالنسبه ديال 7 ايترو جمله دايره شي 700 درهم، فما كيكونش الفرق بيناتهم صراحه كتير. فاش كتوصلوا لواحد سيغتان نومبر ديال دوك ليتروات فاللهم زيدوا غير شويه، راه كيكون غير واحد الفرق ديال 20 درهم وكتربحوا ايتروات كتر. المهم هنايا بالنسبه لهاد الكوكوط كتجي معاها شبيكه ديال اينوكس هكا، الا بغيتو تبخروا فيها خضيره ولا شي حاجه. وهنايا بغيت نشارك معكم هاد الكتيب اللي كيجي معاها، ولا شوفوا اي حاجه تلقاوها مع هاد المواعن ولا في الاجهزه المنزليه قراوها. راه كتكون تراديكسيون مثلا بحال هادي مكتوبه بالتركيه ولكن كاينه تراديكسيون بالانجلي، فراه تلقاو شي معلومات اللي كينفعوكم بحال مثلا الجرانيت. الا بغيتو تحافظوا عليه فقبل ما طيبوا فيه في الاول كتاخذوا هكا واحد شويته وكدهنوه بالزيت، كتخليوه بداك الزيت واكبر مده بغيتو مثلا واحد 3 ايام ولا 4 ايام، او لا تقدروا تخليوه غير 24 ساعه. ولكن كتشدوا ملي كدهنوه بالزيت كتدفيوه شويه فوق البوطه، غير يدفى صافي وكتخليو ديك الحاجه واحد 24 ساعه عاد كتغسلوها. هنا كنوريكم هاد الدوائر هادو قال لي مول المحل ان يعني الغرض ديالهم هو ما كيخليوش الحاجه تحرق. المهم ما عرفتش، قال لي باش ملي كتكوني كتشحري شي حاجه ما كتلصقش. والا لاحظتوا راه حتى من تحت فاش وريتكم ما فيهاش دوك الدوائر اللي كيوزعوا الحراره ديال الانوكس، يعني كتجي كامله من تحت جرانيت فكتكون سهله في التنظيف. وبالنسبه هذه اليدات ديالها الا لاحظتوا راه ما خارجينش ليهم المسيمرات لداخل، فهذه كانت واحد الحاجه اللي عجباتني. واهم حاجه علاش اختاريتها هي هذيك الصفاره ديال السيكوريتي اللي كتجي معاها، اللي هي هذه دابا اللي كنشير لكم ليها. فالله يحفظ الصفاره الرئيسيه الا تخنقات، الصفاره الثانيه كتقوم بالدور ديالها. وبالنسبه لهاد الكوكوط هادي فتاني اللي عجبني فيها هو انها ما فيهاش العلو بزاف، يعني ماشي غارقه، فيها شي شويه ديال العرض. فهذا انا حاجه كتعجبني، كتجيني الحاجه اللي ما كتكونش فيها الغرق بزاف وعلى العكس يعني كتكون عريضه، كتجيني كتكون عمليه اكثر ومريحه في الاستخدام ديالها. وهنايا كنت كنتعلم معاكم كيفاش نحلها ونسدها، هي صراحه ما صعيباش. كتوركوا على دوك في الغلاقه ديالها كاينين بحال واحد جوج بوطونات كتوركوا فيهم كيتحلوا ليها دوك السينات اللي في الجنب. صافي كتحطوا الغلاقه وكتطلقوا دوك البوطونات وكيتسدوا السينات اللي في الجنب، ولا نتوما كتوركوا عليهم بيديكم. وراه هاد النوع هذا ديال هاد الكوكوط راه فيه حتى شكل ديال الكوكوط اللي الغلاقه ديالها عاديه كتكون كتزير، غير هذيك صراحه بعض المرات راه تتبلوكا، ففضلت ناخذ هادي. وراه الا لاحظتوا السميه ديالها مطبوعه في هذاك الجرانيت اللي فيها. ودابا غادي ندوزو لهاد الكويميله اللي صراحه هادي زعما عجبتني وما ندمتش عليها.
هذه القطره ديالها 28 سنتيم. اللي عجبني فيها انها ما فيهاش حتى هي الغرق، يعني الا بغيتو هكا ديروا فيها مثلا بايله ولا شي مريقه هكا بالخضره، فملي كتبغيو تهزوا ديك الخضره ديالكم ما كتلقاوش ديك الشيء فوق شي وكتمحنوا باش تهزوها، يعني كيجيكم كلشي باين والخضيره كتستفوها مقاده. هذه القطر ديالها 28 سنتيم، وصراحه واخا كتبان يعني رقيقه في السمك ديالها، ولكن والله الا عرفتي راه ثقيله، ماشي زعما خفيفه. و يعني جربتها ما كتلصقش نهائيا، يعني صراحه واعره واعره، ديروا غير شويه الزيت وما يعني ما كتلصق ما والو. بالنسبه للثمن ديالها فهو 250 درهم، هذا حتى هو الثمن ديال الجمله. وملاحظه بالنسبه لهاد لي كوفركل ديال الزاج ولا هاد الغلايق، فردوا معاهم البال، هما كيكونوا زوينين حيت كتكونوا كتشوفوا الطياب ملي كيكون كيطيب، ولكن في نفس الوقت مادام زاج يعني خصكم تردوا ليها البال لا تمشي تهرس. ودابا غادي ندوزو للمقالي، وغادي يبانوا لكم الفوق هادوك المقالي اللي في الباج. مهم بالنسبه لواحد جوج ما ندمتش عليهم، لان هاد بحال هاد الصغيره والمتوسطه هادوك غادي ندير فيهم غير بحال كريب البغرير بانكيك، شي حاجه اللي ما فيهاش لا صوص ولا شي حاجه هكا د اللوينات. اما هذيك التحتانيه كاع فهذيك خديتها لومليط. ايوا ما نقولش لكم عرفتي غير ديك لومليط داك الزيت ديالها ملي كيطير راه كاع صفرها من الجناب. انا غادي نشاركها معاكم. المهم هنا بالنسبه لهاد الزوجات فوحده فيها 18 سنتيم في القطر، وحده فيها 24 سنتيم، يعني الا بغيتو هكا كريب ولا بغير صغير وكبير. وبالنسبه للثمن ديال المقيله الصغيره فهو 50 درهم، اما هذيك اللي كبر منها فدايره 90 درهم. وهاد لا مارك فكانوا شكروها ليا الناس هكا مجربينها في البغرير ولا كريب، ولكن انا صراحه هادو باقي ما جربتهمش. بالنسبه لهاد الثالثه هذه مارك بوحدها، هذيك تشريتها هي الاولى وكنا هزيتها يعني خدمت بها هكا في دارنا، وصراحه ما يعني ها نتوما شوفوا حالتها كيفاش ولا داك البيض، حالتها ولات حاله يعني هذه كنت كندير فيها غير لومليط وبحال هكا لا شحرت فيها شي دجاج ولا شي حاجه هكا خفيفه، وشوفوا كيفاش ولات من الجناب، يعني هاد البيض صراحه ما كيبغيش تكرفيس. ثم عندنا هاد المقله هادي اللي حتى هي ما ندمتش عليها. هاد المقله صراحه عمليه بزاف 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 كبيره، عرفتي دابا هكا بحال رمضان جاي كتنفع في الحشوات تصوطو فيها هكا خضره، يعني مرحه تبارك الله، عرفتو ثقيله، ومن تحت هي راه ما فيهاش داك الانوكس، ومطبوعه فيها السميه ديال الشركه مطبوعه فيها لتحت، وما كتلصقش نهائيا. وزائد ان الملمس ديالها يعني ملس بزاف بزاف بزاف. الثمن ديالها هو 180 درهم، وصراحه لقيتها بالغلاقه ولكن غاليه. بالغلاقه كيكون افضل، هاد المقالي تاخدوهم بالغلاقه باش هكا ملي كتبغيو طيبوا شي حاجه اللي كتحتاج لداك الصهد، مثلا هكا الخضره صوتي كتبغي شويه داك الصهد هكا فاش طيب، يعني الا ما كنتوش غادي تبخروها من قبل. فمهم عموما الطياب كيبغي الغلاقه، غير هو ملي كتزاد الغلاقه كيكون الثمن شويه زايد. ثم كاينه هاد المقله هذه الثانيه، هذه صغيره من الاولى، حيت الاولى ما يمكنش غادي يعني اسره صغيره فيها جوج الناس ما يمكنش غادي نجبد ديك المقله كبيره، فهذه صغر منها. هذه دايره كنظن واقيلا يا 100 درهم يا 110 درهم باش كنت خديتها، ولكن راه الجوده ديالها يعني غير شي حاجه سلك وعدي وصافي. المهم الاستعمال اليومي ديال شحر كفته شحر شي دجاج ولا شي حاجه هكا. وهنا عندي هاد المقله هذه الثالثه، هاد المقله هذه خديتها سبيسيالمون لقلي، عجبتني ديك الشبيكه لان ملي كتهزو بها كتهزو كلشي يعني في اللون ديالو كيكون موحد واخد نفس التحميره. ولكن من بعد ما نكتبش عليكم ندمت عليها، حيتاش فاش كنت بغيت ناخدها كنت لقيت هاد القياس وانا كنت بغيت عبار قل، فمنين لقيت غير هاد القياس هذا خديته. كان خصني نطريد حتى نلقى ما صغر، حيت هادي يعني خصها واحد الكونتيتي ديال الزيت الا بغيتي تستعملي ديك الشبكه. سينو يعني غادي تخدمي غير بشويه ديال الزيت وبلا ديك الشبكه. الا فحال مثلا بغيتي تقلي شي حاجه اللي كتكون كثيره وكتحتاج للزيت بحال مثلا هكا شباكيه ولا بريوات، فهنا يعني غادي تنفع.
بالنسبه للجوده ديالها يعني راه ماشي حتى هي شي حاجه، يعني راه خفيفه، والثمن ديالها هو 150 درهم. واخر مقله غادي نشاركها معكم وقولي لي صافي بزلتي بلو مقالي، هي هذه صراحه ماشي مقله، هذه منها مقله، منها قويميله، منها كلشي. هذه خديتها حتى لاخر دقيقه، حتى لديك الدقيقه 90. علاش؟ اولا هذه تقدروا ديروا فيها كلشي، الثمن ديالها جاني جد مناسب. هذه خديتها من عند اواني شعيب ب 130 درهم، يعني جاتني 130 درهم وفيها الغلاقه ديالها. بقات فيا ديك المقله اللي ما خديتهاش معاها الغلاقه، فهذه جاتني بغلاقتها وثمنها مزيان وكلشي كيشكرها. وباش نكون صريحه معاكم يعني كنعاود لكم هكا بحال خواتاتي، فمني خديت هاد المعينات هادو ما عرفتي جاوني يعزوا عليا وبقاو فيا انني هكا نطيب فيهم. سبحان الله، يعني ملي كنت في دارنا ما كنتش مسوقه الماعن، بالعكس كنت كنكرفصهم الماما الله يسمح لي منها. ولكن دابا ملي حسيت بهم انهم يعني انا اللي واخداهم، ويعني كتولي تحس بالمسؤوليه، فبغيت نحافظ عليهم. قلت هذه هي اللي غادي يكون على يدك. ومن هنا ماما لا سمعتني غادي تقول لي واخا عليك انا داري كنتي تتكرفسي ليا الماعن ودابا نتيا بغيتي تحافظي على معناتك، ولكن هادشي اللي عطا الله قال لك وريوني خيمتي نوريكم حداكتي. ايوا غير كنضحكوا صافي، اما والدينا مساكن ما كيكرهوش هما يزيدونا. هاد المارميت هادي ديال تبيم راه كانت خداتها لراسها، كانت خداتها برومو بشي 89 درهم واقيلا، وعطاتها ليا. ولكن غادي نردها ليها، يعني يعني تبارك الله راه صافي عندي فاش غادي نخدم هذيك غادي نردها ليها. وهذا الشيء اللي كاين اختي حتى لهنايا، وغادي نكون ساليت معكم هذا الفيديو. شكرا على المشاهده ديالكم وعلى التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا وكتفرحوني بها، الله يفرحكم. فخليت لكم الراحه، والى فيديو المقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.